تقريبا وقت ما بنتولد كلنا هو احنا جينا ازاي. والغريب انك لو رحت لابوك او امك اللي قاعد في الصاله بره ده بيتفرج على نشره الاخبار وسالته احنا جينا ازاي، هيرد رد طبيعي اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو احنا جينا يا ابني من سيدنا ادم وستنا حواء. انا مشكلتي ان انا بفكر كتير، يعني انا طول ما انا قاعد دماغي يعني ما بطلش تفكير، وده موديني في داهيه للاسف. بس عمرك سالت نفسك ايه الخطوات اللي بعد ما احنا جينا بيها؟ يعني ايه التفاصيل اللي حصلت؟ للاسف محدش بيجاوبك بصراحه، او في الغالب محدش يعرفها. فانا قعدت احسبها كده مع نفسي، لان انا راجل، انا يعني كنت بربي كلاب، عارف جينات، فاهم علم وراثه، البيولوجي، الكلام ده كله انا فاهم وقريت عنه كتير. فخلينا نتناقش مع الجاهل اللي جاهل، احنا كلنا جهل. يعني اللي بيقول لك معلومه ده في الغالب هو بيجتهد، يعني هو بيجتهد في حاجه هو ما شافهاش، بس بيقول لعل وعسى تبقى هي دي اقرب حاجه للي داير. فلو افترضنا زي ما نقول القصة بتقول إن سيدنا آدم كان في الجنة، اتخلقت له سيدتنا حواء من ضلعه عشان خاطر تسليه، بعد كده نزلوا الأرض وابتدى التناسل. طب التناسل جه ازاي؟ هنا بقى الايه؟ هنا بقى مربط الفرس. يعني انا كنت منزل عندي على الفيس ان انا عندي اسئله ملهاش اجوبه، كله قال لك كل سؤال ليه اجوبه. تعالوا هقول لكم في الفيديو ده اسئله فعلا ملهاش اجوبه بالنسبه لي انا. لو حد شايف انه يعرف يجاوب على الاسئله دي ياخد الفيديو يرد على الفيديو، انا ما عنديش مشكله، مش هعمل لك كوبي رايت، ما تخافش، خد الفيديو براحتك، بس رد منطقيه. يعني انا احب الردود المنطقيه، الرد اللي يعجبني اللي يقنعني، مش ان اقعد اقول اي كلام كتير 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 واقول لك صدق. لا انا ما بعرفش، انا راجل ما بعرفش الكلام ده كله، فانا جاهل. يعني انا بقول لك انا هو جاهل باللي انا هقوله، بس بتخيل معاك. تمام. دلوقتي سيدنا ادم نزل الارض وستنا حواء، فالقصه بقى بتقول ايه؟ ان هو اتجوزوا فخلفوا قابيل وهابيل. تمام. في ناس، يعني بعض الناس بيقولوا ستنا حواء كان ليها 2 رحم. طبعا ده ما ينفعش يحصل. ليه بقى؟ لان بالمنطق يعني لو افترضنا ان لها 2 رحم كان هيجي بعد منها ستات او بنات عندهم برضه 2 رحم، لان ده وراثه. فدي استبعدها. يعني اللي يقول لك عندها 2 رحم ده بيهري. عارف منين اصلا؟ يعني هو كان قاعد معاهم فخلف قابيل وهابيل. قابيل قتل هابيل. فدلوقتي بقى عندنا 3: قابيل وادم وستنا حواء. ال3 دول فكر كده معايا مين اتجوز مين. يعني المفروض ان احنا جينا من مش من ذكر وانثى. ذكر وانثى ايه؟ من راجل وست. يعني احنا جايين من راجل وست بس. تمام. وقابيل موجود. فكده لو انت قلت لي ان قابيل اتجوز امه وجابنا، فانت كده دخلت في زنا محارم. هتقول لي لا ما كانش في وقتها زنا محارم، يبقى انت كده بتلغي القران. يعني انت كده بتلغي القران، فدي نقطه مستبعده. ماشي، اتجوزوا وخلفوا تاني بنات. فكان بيقول لك ايه؟ ان كانوا بيتجوزوا واختلاف البطن. يعني البطن دي ما تتجوزش البطن دي، مع ان هي نفس الجينات وهي نفس الوراثه، والجينات الوراثيه اللي هتيجي هنا هتيجي هنا. فيعني اختلاف البطن مش هيفرق. ده شيء مفروغ منه. يعني بص على الاخوات دلوقتي، مع اي حد مخلف هيفهم الكلام ده كله. دي نقطه. افترضنا ان كده مش زنا محارم، ان هو جواز قرايب. واصلا جواز قرايب كله مشاكل. يعني جواز قرايب او اختلاط الانساب غلط، اللي هو تقارب الجينات اصلا غلط جدا. حتى في تكرار الجواز، انك مثلا ممكن اول خلفه تيجي مظبوطه ما عندهاش مشكله، التانيه تيجي فيها عيوب، بعد كده كل مره اهو بتكتر. اصل انا بكلمك في حاجه انا عارفها. يعني انا حاجه انا عملتها، لان في الكلاب او في الحيوانات انا بنعملها، وكل التهجينات والحاجات اللي كانت موجوده كانت كده. يعني لو افترضنا مثلا كلبين جيرمان شيبرد ذكر وانتايه، طول عمرهم فضلوا يتجوزوا، في اعتقادك كده هيجيب لك روت وايلر مثلا صعبه شويه، هيجيب لك جريفون صعبه يعني مستحيله. لو افترضنا الذكر والانثى دول اخوات، مهما اتجوزوا وخلفوا لازم هيطلع لهم مشاكل في الخلفه. لو اول خلفه عدت بسلام الثانيه هتبوظ، الثالثه هيحصل فيها مشاكل. في كلاب ممكن تيجي من غير دين، ممكن تيجي كلاب ناقصه، ممكن تيجي كلاب الوانها مهربه، فهتحصل لها مشاكل كتير. ده بالنسبه لان هو ايه؟ ان قابيل اتجوز امه او ادم اتجوز حواء والتناسل كده. في نقطه ثانيه، لو افترضنا ان هما يا عم يتجوزوا بالمنطق كده ولا عقل، انت مش واخد بالك ان احنا مختلفين؟ يعني عندك اسيا وافريقيا، وعندك احنا، وعندك اوروبا، ففي اختلاف اشكال رهيب. فانت عايز تقنعني ان ادم وحواء جابوا كل النسل ده؟
منطقيا، علميا، وراثيا، جينيا، يعني استحاله، استحاله 200%. واي حد يقول كده غير كده هو شخص مش فاهم بامانه يعني. انك تقول ان الناس دي كلها جت اختلاف شكل عشان خاطر هم اتجوزوا بتاع استحاله، مستحيله يعني. بص، من روع المستحيلات. دي نقطه. ولو افترضنا يا سيدي ان هم كانوا مختلفين، ايه الحكمه ان في لغات مختلفه؟ يعني بالعقل وبالمنطق برضه نفس الناس دي مولوده في نفس البيئه، ليه لغتهم مختلفة؟ ليه في لغة مختلفة؟ دي نقطة كمان. فأنت عندك كده إن استحالة إن إحنا كلنا نبقى جايين إيه من أب وأم واحد بس. أنا مش مستحيل، ما أعرفش أنا، عشان برضه الناس ما تقعدش تستهبل. فأنا ما أعرفش، أنا بفكر زي زيك. الله أكبر، الله أكبر. من ضمن الأسئلة برضه، إيه الحكمة من القرآن نزل عربي؟ وهل هو نزل عربي فهل الملائكة بتتكلم عربي والجن والعفاريت يتكلموا عربي؟ ما هو برضو الوحي نزل القرآن. ايه الحكمة؟ يعني اكيد في حكمة، يعني ان القرآن ينزل بالعربي في شبه جزيرة عربية ونزل على الرسول. ماشي، طب ما هو انت نزل القرآن نزل في وقت كان فيه فئات تانية من الناس كتير، يعني كان في كذا فئة من الناس ولغات مختلفة من جنسيات مختلفة. ايه الحكمة من نزول عربي بس؟ يعني انا برضو مش فاهم النقطة دي. سؤال برضو من ضمن الأسئلة، زمان كان بيحصل معجزات كتير على حسب ما بيقولوا يعني. طب ليه المعجزات بطلت؟ يعني ايه الحكمة من المعجزات تبطل؟ مع ان احنا المفروض حرفيا يعني احنا في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين المعجزات اكتر من زمان، على اعتبار ان زمان كان بيحصل كل المعجزات. فايه الحكمة ان الانبياء بطلت تيجي، مع ان المفروض مثلا يعني ان كل فترة يعني مثلا واحد بيتخيل يعني يظهر نبي بحيث ان هو يوجه الناس او يقول لهم ان في رسالة او ينبههم للحاجة الموجودة فرضا مثلا يعني. وتحصل برضه معجزات بحيث ان الناس ما تتشتتش. يعني ايه الحكمة من لحد 1400 سنة المعجزات بتحصل وخلاص بطلت على كده؟ الانبياء ما بقاش في انبياء تاني. طب ما هو الناس اللي جايه بعد كده دي ما هتتشتت، لان كل واحد هيبقى في موال مع نفسه. فالموضوع صعب بصراحه يعني، الموضوع بياخد تفكير، والتفكير فيه رخم جدا. هتقولي ما تفكرش، انا ما بعرفش، يبقى عندي سؤال ملوش حل، انا بتخنق جدا، وطول ما انا قاعد دماغي بتقعد تفرك ما بتفصلش في اي حاجه بقى. اي حاجه بفكر فيها بقعد ما اسيبهاش غير لما احاول اوصل لحل. وعلى فكره يعني لو انت ركزت هتلاقي ان محدش بيجيب حل، كله بيجتهد. يعني انا شفت قصص كتير وشوف كتير بتتكلم، كلامهم للاسف يعني ما فيهوش اي 3 جنيه معرفه ولا علم ولا اي حاجه. فمعرفش يعني، لو حد يعرف يجاوب على الاسئله دي انا ما يا ريت اتمنى يعني، بس رد بردود منطقيه وعقليه. زي الفيديو بتاع الجن الناس ما عجبوش ومحدش عرف يثبت، انزل لكم جايزه، يعني انزل لكم جايزه مثلا اللي عارف هيحضر لي ولا يعمل لي عمل. بس لحد بقى ما نشوف.